الكل بيعرف يسمع، وأغلبنا بيحب يتكلم، لكن قليلين اللي بيعرفوا يستمعوا. الاستماع النشط ده مش معناه إنك تكون ساكت، لكن معناه إنك تكون مركز بعقلك ووعيك وقلبك، مش بس بتسمع بودنك. المشكلة مش في إنك مش بتسمع، المشكلة إنك بتسمع علشان ترد مش علشان تفهم. أنت بتكون مشغول في صياغة إجابتك في عقلك في الوقت اللي الطرف التاني بيتكلم فيه. بتبقى مركز إن أنت تجهز الإجابة عشان أول ما يسكت ترد على طول. وده فخ التفكير المسبق اللي بيخليك تضيع 80% من الرسالة الحقيقية والاحتياجات اللي بتطلع في كلام الطرف التاني، وبالتالي بتوصل لسوء فهم وبترد على حاجة غلط ومش بتوصل للاحتياج الحقيقي، والعلاقة بتبقى متوترة وبيحصل فقدان للثقة لأن الطرف التاني بيحس إن هو مش مسموع. الاستماع النشط هو مهارة الاستقبال الكامل اللي بتخليك تحول تركيزك 100% للطرف التاني اللي بتكلمه عشان تفهمه وتعرف احتياجاته وتعرف المقصود من كلامه وتعرف ترد الرد اللي يلبي احتياجاته بجد. المهارة دي بتعتمد على التأكيد العاطفي، مش بس إنك بتسمع كلماته، لكن أنت كمان بتسمع المشاعر اللي ورا الكلمات دي، زي بالظبط القائد اللي بيسمع الفريق بتاعه بفعالية، بيوصل لمعلومات محدش تاني يقدر يوصل لها، وده بيخليه ياخد قرارات مبنية على الصورة الكاملة مش على سماع لحظي. الاستماع النشط بيحول الحوار من مجرد تبادل الكلمات لبناء الثقة. ولو عايز تطبقه بجد جرب التمرين ده. لما الطرف التاني يتكلم ركز على مشاعره مش على كلماته واسمعه بإنصات، وقبل ما ترد اسكت لمدة ثواني وابدأ لخص المشاعر اللي حسيت بيها من كلامه وعيدها تاني عليه. عيد كلامه تاني واسأله هل ده فعلا صح، ده فعلا اللي انت قصده. وبعدها لما يأكد عليك الإجابة هيحس ان انت فهمته صح. ابدأ في الرد على كلامه ووصله انك فاهم مشاعره، لأن ده هيفتح بينكم قناة تواصل عميقة جدا وهيخليه يثق فيك بشكل كامل ويثق في كل التعاملات كلها هتتم. لو عايز تعرف ازاي تكون الشخص ده اللي الكل بيثق فيه ويفتح له قلبه وتكسب كل جولة تفاوض أو حوار وتبني علاقات مؤثرة، دبلومة مهارات الأعمال بتعلمك أسرار التواصل والاستماع اللي بتخليك قائد حقيقي. احجز مكانك دلوقتي في الدبلومة، ولو عندك أي سؤال قولنا في التعليقات وهنرد عليك.